ال 55 جنيه اللي انت هتدفعهم في 8 كيلو الكونكريت ده عندك خيارين، يا اما تطلع حاجه المنظر ده بيضه وساده لطيفه والقالب هو اللي عامل لك الشكل ده، يا اما تطلع حاجه بالشكل ده. عشان تطلع حاجه بالشكل ده انت محتاج تعرف شويه تريكات صغيرين قوي عن ازاي نلون الكونكريت وازاي نصبه في القالب ويطلع لنا شكل حلو وازاي نديله فينش ظريف. الفرق بين الاثنين دول فرق السما من الارض. ده حاجه تقليديه جدا عمرها ما تشد العين، اما ده او القطعه دي شكلها ظريف جدا جدا وتشد العين وفيها فكره قطعا مفضله للناس عن القطع الساده. عشان بقى تصب الوان مع الكونكريت وتطلع حاجات شكلها حلو انت محتاج تعرف شويه تريكات. عندك خيارين، اما تحضر الورشه اللي احنا بنعملها عشان نخلي الناس تعرف ازاي تصب وتطلع حاجات حلوه من اول مره، ودي صور الناس اللي اشتغلت اول مره كونكريت في حياتها تقريبا. بص على النتيجه مبهره. اما ان انت تاخد الكورس المسجل اللي احنا عاملينه وهتلاقي جواك كل التقنيات اللي انت محتاجها عن الكونكريت، يعني ازاي تدمجه مع الريزن، ازاي تدمجه مع الديكوباج، ازاي تعمل جواه تقنيات كتير قوي، وامتى تحط الاحجار وازاي تحطها وازاي تستخدم ورق دهب. حاجات كتير قوي قوي مشروحه جوه الكورس المسجل اللي بالمناسبه هيقعد معاك لمده سنه كامله تتفرج عليه اي عدد مرات انت عايزه.